أما بالنسبة لموضوع أنك أنت تخلق واقعك، فصحيح أنا أؤمن بأنك أنت تخلق واقعك. أنا أخلق واقعي، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى أعطانا أدوات تساعدنا في خلق واقعنا. عندنا العقل اللاواعي، هو اللي مخزن فيه المعتقدات، الأفكار، وعندنا المشاعر أيضا هي تساعدنا في خلق الواقع. كذلك إذا كنت تقوم بالكثير من الأعمال الصالحة تساعدك في خلق واقع جميل. إذا كنت تقوم بالكثير من السيئات والذنوب والمآثم فأنت تخلق واقع سلبي لك، يعني لنفسك. فأنا بهذه الجهة أتفق بأنك أنت تساهم وتخلق واقعك. فأنت عندك إرادة حرة لاختيار معتقداتك، أفكارك، مشاعرك، وبناء عليها يتشكل واقعك وتصبح بعد. فأنت مخير في البداية، وبعدها تصبح مسير. أنت مخير أن تعتقد ما تريد وأن تفعل ما تريد، ولكن بناء على أفعالك وعلى الأشياء التي تقوم بها تصبح مسير. يعني إذا ارتكبت الكثير من السيئات تقع عليك قانون الكارما أو قانون الاستحقاق، سميه أي اسم تبغي. إلا لو قمت بذرة خير ترجع لك خير، لو قمت بذرة شر ترجع لك شر. فأنت تصبح مسير بهذا القانون. هي الموضوع فيها عنده وجهتين. الفكرة المهم هو هذا موضوع شوية كبير، كان شرحه في دورة من الدورات، ربما دورة الذات العليا. المهم أنه الفكرة هي أن الشخص اللي يقول لك أنك أنت خالق، ليس هناك إله، فأنا لا أتفق معه. تعلموا أن تأخذوا الأشياء التي تناسبكم واتركوا الأشياء التي لا تناسبكم. أخذ الأشياء التي تناسب وعيك الحالي، معتقداتك، دينك، وأترك الأشياء الثانية. فهذا الشخص اللي يقول لي والله أنا خالق ولا أؤمن بوجود الله، أنا كنقول له لا، مع كامل احترامي، أنا أؤمن بوجود الله، أن الله هو المصدر للحياة، هو المصدر لكل الطاقات، هو اللي كيعطي الحياة، هو اللي كيأخذها. فلو قال لي الشخص لا أنا الخالق وليس هناك إله، أنا من أخلق كذا وكذا، فأقول له اخلق لي أي شيء في هذا الكون. أعطيه كيلو لحمة وقول له أوكي خلق لي من هذا كيلو لحمة، خليه دب فيه الروح. فهمتوا الفكرة؟ هاي مثال احنا واخدينه أصلا من القرآن. فهمتوا الفكرة؟